الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة مكالمة اليوم. والنهارده هنتكلم عن مهارة معينة أو فكر معين عند الشخص اللي مش واثق بنفسه، إن هو بيبقى بيهول الأمور جدا، شايف إن الناس مركزة جدا جدا على نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعته، وبالتالي بيخاف يتكلم. الشخص الواثق بنفسه ما بيهموش الناس، يعني بيقول الحق وبيتكلم عنده ثقة كده في نفسه وإمكانياته وطريقة كلامه فيها ثقة. انما اللي بيبقى كل ما يتكلم كلمه اصل ممكن يقوله، اصل ممكن يعيدوا عليا، لا اصل ممكن يقول والله استنى كذا، ده شخص مش واثق بنفسه. مهمتك بكره ان شاء الله انا عايزك تركز جدا 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 على طريقه كلامك، انك تقول الحق، تقول اللي انت نفسك فيه بأريحية تامة، ما تشغلش بالك خالص برد فعل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت له يعني واقعة الإسراء والمعراج، أخبر الناس كلها بكل ثقة، ويعني ما خافش من رد فعل الناس، يقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا كذاب، مش مشكلة، المهم إنه يقول الصدق ويقول الحق. وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في كل السيرة طوال ال 23 سنة كلهم، بيقول الحق ولا يخاف أبدا من الألقاب أو من رد فعل الناس، ما دام هو واثق بنفسه وواثق بإمكانياته. يبقى مهمتك بكرة إن شاء الله ان انت يكون عندك ثقة بنفسك في كلامك، ما يهمكش رد فعل الناس ابدا، وان شاء الله يعني مع الوقت هتبتدي تتعود ان انت تشيل خالص الناس ورد فعلهم وفكرهم من دماغك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.